طبعا ماتش الاهلي امبارح مع انتر ميامي انتهى بالتعادل 0-0. نتيجه يعني مش قادر اقول حلوه مش قادر اقول وحشه. الاهلي يستحق ان هو يكسب الماتش، خصوصا الشوط الاولاني لعبنا كويس جدا، ومن هجمات المرتده ضيعنا حوالي 5 أو 6 فرص قريبين جدا يعني، لولا تألق طبعا الحارس بتاع انتر ميامي. الموضوع بدأ في التشكيل، كان في ناس بس مستغربه شويه من بعض اختيارات المدرب للتشكيل. احنا لعبنا شوط اول مميز جدا بصراحه. اسوأ ما في الماتش حاجتين، اولهم هو اصابه امام عاشور بعد اول 5 دقائق من الماتش وخروجه ونزول زيزو مكانه. تاني حاجه طبعا هي ضربه الجزاء اللي ضاعت من تريزيجيه في اخر الشوط الاولاني، ودي عندي فيها تعليق. اني شفت لقطات اللعيبه بتتخانق على مين اللي هيشوط ضربه الجزاء، ودي كارثه. ازاي ما يكونش في حد مختص ان هو ده اللي بيسدد ضربات الجزاء، رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. الخناقه اللي بتحصل دي، مين ياخد الكوره ومين يلعب ومين يشوط، ولا انا لا انا، دي عمري ما شفتها بصراحه في اللعب. فلو كان المتحدد حد غير تريزيجيه هو اللي يشوط، وتريزيجيه هو اللي خدها وشاط، ده غلط على تريزيجيه ولازم يتعاقب عليه انه ما احترمش قرار الجهاز الفني. ولو كان تريزيجيه هو اللي متحدد من قبل الجهاز الفني ان هو اللي يسدد رقم 1، يبقى الناس اللي قعدت تتخانق وتاخد الكوره وتقول لا ده انا لا ده انا المفروض برضو يتعاقبوا ان هم مش عارفين. فدي لقطة ما عجبتنيش خالص، ما ظهرتش في الماتش قوي بس شفتها فيديو بعد الماتش. والشوط الأول خلص على 0-0 في شوط نستحق إن احنا نطلع على الأقل 2-0 أو 3-0. الشوط الثاني احنا بدنيا الأهلي وقع جدا 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 للأسف، فابتدى انتر ميامي يبقى ليه هجمات خطيرة، والشناوي تألق بشكل كبير جدا خصوصا في آخر الماتش. واحنا برضو عملنا كام كورة كام هجمة كده، بس ما كناش بنفس أداء الشوط الاولاني. كان الشوط الاولاني ادائنا اقوى وبنلعب احسن وبنروح على الجون وهجم اسرع وكنا اجريسيف شويه. انما الشوط الثاني الموضوع ابتدى يريح لما ابتدى يطلع بقى تريزيجيه ويطلع وسام ويطلع زيزو، وبعد كده لما نزل شحات طاهر وجراديشار وبعدين قفشه. انا عندي تعليق على حسين شحات، كفايه بقى بعد ما تخلص البطوله دي وخلاص احنا مش هينفع نكمل. في ناس عايز اوجه لهم الشكر، لعبوا بصراحه حلوه جدا 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 جدا. اولهم كان الشناوي بصراحه، انا بالنسبه لي هو رجل المباراه. مروان عطيه خصوصا الشوط الثاني كان مركز اكتر وكان قطع كور كتير خطيره، خصوصا طبعا من ميسي. ياسر ابراهيم احب اشكره برضو، عمل غلطه غريبه كده الشوط الثاني في ال6 يارد اداها المهاجم انتر ميامي، كانت دي اول كوره خطيره شالها الشناوي. بس بعد كده هو ظبط بقيه الشوط بصراحه، كان شايل عن ناس كتير قوي. تريزيجيه لاعب كويس، كان اداؤه هجومي بغض النظر عن لقطه ضربه الجزاء وضربه الجزاء نفسها اللي ضاعت. زيزو لما نزل برضو لاعب هايل جدا جدا جدا. بالنسبه لقفشه لا تعليق، يعني لما ترجع ممكن تمشي مع حسين شحات. محمد هاني اللي بنقول عليك انت مونديالي، ولو مستواك ايه في الكاس العالم ده بتبقى واحد تاني وبتكسر الدنيا. اسوأ لعيب لاعب امبارح في الماتش، لا هجوم ولا دفاع ولا تغطيه ولا اي حاجه. الماتش ده مهم ان انت كنت تكسبه، اولا في افتتاح البطوله، ثانيا ده اسهل فريق هتلعبه في المجموعات. الميراث قوي جدا، بورتو طبعا قوي جدا، فانت فكره ان انت محتاج تكسب ماتش من الماتشين دول صعبه، مش مستحيله بس صعبه. كان الماتش ده بالنسبه لنا بصراحه هو مضمون شويه ان احنا نكسبه، بس يعني خلاص لا قدر الله ما شاء فعل، خلص تعادل مش مشكله. ان شاء الله نعوض في الماتشات الجايه ونتاهل للدور اللي بعده. بس ده كل اللي عندنا.